وبعدين معاك يا واد انت بقى، انت مش ناوي تلين دماغك شوية؟ قلت لها عايزة ايه مني يا مرات خالي؟ قالت لي عايزاك انت، انا هفضل وراك لغاية ما تديني اللي انا محتاجاه. قلت لها هو ايه اللي انت محتاجاه؟ قالت لي يعني انت مش عارف؟ بقول لك ايه، انا عارفة انك فاهم كل حاجة بس بتستهبل، لكن على مين؟ بعد اللي انا شفته يا حبيبي مش هتعدي، ولازم اخد منك كل اللي انا محتاجاه. واديك شايف خالك راجل عجوز ما بقاش منه رجا، وانا بصراحة بعد اللي شفته ده والخضة اللي اتخضتها خلاص ما بقتش محتاجة اي حاجة تانية الا حاجة واحدة بس، والحاجة دي مفيش حد غيرك يعرف يديها لي. الحاجة، قلت لها الحاجة دي ايه بقى يا مرات خالي؟ قالت لي ما تستهبلش، انت عارف وانا مش هاجي عليك اكتر من كده، انا هسيبك تفكر وتفكر كويس، لاني مش هعدي اللي انا شفته بالساهل. انا واحدة ربنا خلقني كده، واي حاجة لازم اجربها بنفسي، وانا متأكدة وواثقة بان التجربة دي هتبقى احلى تجربة في حياتي انا وانت. قلت ايه؟ قلت لها انا مش عارف اقول لك ايه. قالت لي ما تقولش، اسمع، انا بالليل وبعد ما خالك هينام هاجي لك الاوضه تكون جهزت نفسك، وانا كمان هكون مجهزه نفسي. وخرجت وسابتني، وانا فضلت افكر لان الموضوع مش سهل ومش عارف اعمل ايه بصراحه. هي حلوه قوي قوي قوي، وما ينفعش اي حد او اي شاب بمكاني عرف اني هي قالت لي كده وانا رافض، اكيد هيقول عليا مجنون. اصل يعني مفيش حد يرفض الجمال ده كله الا اذا كان واحد مش طبيعي. وطبعا انا ما كانش قدامي اي حاجة اعملها، وما كانش ليا اي مكان تاني اروحه. خالي هو اللي رباني بعد امي وابويا ما ماتوا، وانا بصراحة بحبه جدا، لكن هو اللي عمل كده. البنت اللي اتجوزها خالي انا كنت معجب بيها قوي، وكانت ساكنة معايا في الشارع اللي انا كنت ساكن فيه. وبعد انا ما حبيتها لقيت خالي بيقول لي انه معجب بيها وعايز يتجوزها. كنت مستغرب ازاي خالي عايز يتجوز واحدة عندها 20 سنة وهو عنده 45 سنة. المفروض كان يتجوز واحدة فوق 35، مش يتجوز واحدة عندها 20 سنة. لما عرفت انه عايز يتجوز البنت اللي بحبها ما بقيتش عارف اقول له ايه. ولما رحنا عشان اتقدم لها هي وافقت لانها افتكرت انا العريس. وبعد ما تمت الخطوبة اكتشفت ان العريس هو خالي، وافتكرت ان كنت بلعب بيها. وبالفعل اتجوزت خالي، لحد ما في يوم جات لي عشان تصارحني وتسألني ليه أنا عملت فيها كده. أنا قلت لها كل اللي حصل، وقلت لها إن خالي ما قدرتش أقف قدامه، خصوصا إنه قعد كل الفترة دي ما اتجوزش علشاني. معقول لما يجي يقول لي بإنه بيحب واحدة أقول له أنا بحبها؟ قالت لي يعني تخليني قدام عينك مع راجل تاني وتتحمل تشوفني كده؟ طب يا سيدي انا مش قادر اعمل كده، وطول اليوم ما بفكرش غير فيك. قول لي انا اعمل ايه بقى في نفسي؟ وابتدت تقرب مني وحاولت ابعد، لكن مرة مع مرة وقعنا في الغلط، ومرة مع مرة انا اتعودت على وجودها وبقيت اعمل كده يوميا. فانا كنت بصحتي وهي لسه صغيرة مش عارف اعمل ايه. يا ريت في التعليقات تقولوا لي رأيكم ايه.